السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطاير السبانخ، أمي الله يرحمها كانت تعملها مثلثات وتقليها، يعني تقفلها مرة زي السمبوسة وتقليها، بس أنا حاسويها في الفرن. هذه المقادير. طبعًا الخميرة والسكر تحطوهم في موية دافية، تستنوهم لمن يخمروا، عقبال ما تحضّروا الأشياء تكون خمرت على طول. الدقيق والبيكنج باودر والملح دايمًا كالعادة نحط السوائل مع بعض ونحط الأشياء الناشفة مع بعض، بعدين نعجن ألين ما يصير عندِك عجينة متماسكة. حشوة السبانخ، عادةً الناس يسووا حشوة السبانخ في بعضهم يخلّوا السبانخ ني، لكن أنا طريقة أمي الله يرحمها كانت إني أحط السبانخ على النار مع البصل، يعني أخلّي البصل يدبل بعدين أحط السبانخ عليه، أخلّيه يشرب مويته وأحط له ملح وفلفل وسُمّاق. إذا ما عندِك ليمون تقدري تحطّي ملح ليمون، وإذا حطيتِ ملح ليمون لا تملّحي، لإنه ملح الليمون حيملّح لِك يا الملوحة المضبوطة. طبعًا نقلي الصنوبر في زيت زيتون وتضيفيه على السبانخ مع السُمّاق. السبانخ حطيه في مصفاية عشان لا يخرج لِك العجينة. طيب طريقة العجينة إما تكوريها كور على طول بيدِك كده على قد حبة المشمشة، أو اعمليها كده زي عمود طويل وقطّعيه بالسكينة قطع. هذه طريقة القرطسة حقة الحشي حقة الفطاير. هاي طريقة تانية عشان تطلع العجينة الفطاير متساوية بالضبط، تفردي العجينة كلّها، لا تنحّي فيها مرّة، بعدين الدوائر حيصيروا قد بعض، حتطلع الفطاير قد بعض. حطّيهم في صينية مدهونة، أدهني الوش إما بحليب مركّز أو بيض وحليب أو حليب وتحطّي عليه شوية نسكافيه، إذا تحبّي اللون يكون أغمق. تحطّيها في صينية متوسطة الحرارة، تقلبي الصواني لا تنسي علشان لا تنحرق عليكِ من تحت، تصير تحمّر من فوق وتحمّر من تحت، تقدّميه كطبق جانبي مع سلطة أو خيار باللبن، وممكن طبعًا مع الشاي إذا جايينِك ضيوف على الشاي، أو جنب أي نوع من أنواع الرز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.